ولد هذا الرضيع ميتا بينما كانت الممرضة تستعد لأخذ جثته. دخل عصفور صغير من النافذة وحط مباشرة على جسده ونقر صدره 3 مرات. لم يتوقع أحد أن في تلك اللحظة استعاد الرضيع لونه وعاد للحياة بأعجوبة، مما أذهل الجميع. شكروا العصفور على إنقاذه. منذ ذلك الحين اعتمد الصبي والطيور على بعضهم للبقاء، وامتلأ المنزل بأعشاش الطيور. ولمنع صعقها فصل جميع الأسلاك الكهربائية. وهكذا مرت 50 أو 60 عاما بسرعة. أصبح الرجل أستاذا في علم الطيور، وكانت الطيور في منزله لا تنتهي بأنواع لا تعد ولا تحصى. في ذلك اليوم وجد جميع طيوره ميتة في ظروف غامضة، فحزن بشدة. بعد تحقيق عرف أن السبب إشعاع قوي من برج اتصالات قريب. حاول إنقاذ الطيور واحتج لدى الشركة، لكن رجال الأمن طردوه. لم يحتمل رؤية الطيور تموت، فأنهى أمره تماما. لكن المفاجأة أن حقد الرجل بعد موته كان شديدا، فتحول إلى جسد شبحي، وبحركة يديه استدعى أرواح الطيور الميتة وجمعها، فاندمجت قوة الرجل والطيور ليتحول إلى رجل طائر معلنا الحرب والانتقام على العالم.